جيبي فنجان زيت ورواحي تخدمي هذه الكمية الوفيرة من خشخاش عين الجمل، من أروع ما يكون تخشخيشة وتعسيلة والهشاشة. واش نقولكم حبيباتي، مرحبا بكم. راح نعملوا مع بعضنا اليوم خشخاش عين الجمل بأصغر كيل على اليوتيوب اللي هو فنجان زيت. راح نعملوه بطريقة سهلة وسريعة، ما يرتاح ما يبات على الطريقة التقليدية. البنات اللي حبت تعلم الوصفة ما عليها غير تبع الفيديو من الأول للأخير، وما تنسانيش بلايك واشتراك في القناة فضلا. نقول لكم مرحبا بكم مشتركاتي الجدد، وشكرا للمشتركات الوفيات. بسم الله، صلاة على رسول الله. نبداو نجيبوا قصعة ولا صحن كيف ما حبيتوا، نعملوا فيها فنجان زيت اللي هي الأساس نتاع الوصفة نتاعنا. كما قلنا عندنا حبيباتي فنجان نتاع الزيت، نزيدوا له ربع ملعقة صغيرة من الملح. إذا يعني كي نقول لكم البنات صغيرة ماهيش هذيك الصغيرة كامل، لا لا، الملعقة المتوسطة. نزيدوا عليها نصف ملعقة ولا ربع ملعقة متوسطة من الفانيلا وملعقة متوسطة من الخل. نجيبوا نفس الفنجان البنات نديروا النص منه ماء الزهر، ونكملوا النص الثاني ماء عادي. اذا نعملوا خليط بين ماء وماء الزهر بنفس الكيل اللي كيلنا به الزيت. اللي حبت تصغر ولا تكبر في الكيل راهي حرة. نجيبوا البنات شوكة فرشيطة يعني ولا ضراب يدوي اللي حبيتو، ونخلطوا مليح مليح هاد المكونات حتى نشوفوا هذا اللون الابيض هذا كما راكم تشوفوا راهو واضح في الفيديو. نتمنى انكم تتبعوا الوصفه بحذافيرها. جبت البنات هنا ربع ملعقه صغيره من السكر، السكر رطب البنات. علاه زدت السكر باش نتحصلوا على هذاك اللون الجميل اللي شفتوه في البدايه. نزيدو ربع ملعقة صغيرة من يعني متوسطة البنات من خميرة الحلوى، ونبداو نزيدو في الفرينة نتاعنا. الفرينة انا كنت غربلتها مسبقا حبيباتي. نحطو مبدئيا 3 فناجين من الفرينة. فوالا نعملو 3 فناجين من الفرينة، نخلطوهم فوالا كما راكم تشوفوا. نستعملوا اليد احسن حبيباتي. هكذا تبعوا معايا الفيديو البنات. انا لما نكون نحل في العجينه نتاعي ما نحي منها والو، نحلها نخدمها، ما نحي منها والو، يعني ما تبقى لي حتى عجينه نعاود نحلها ونعاود نخدمها. لا لا، تبعوا معايا الطريقه وراح تجيكم ما شاء الله. اذا هنا راني لميت العجينه تاعي، راح نزيد لها شويه برك تاع الفارينه. يا ربي ملعقه صغيره جاتني شويه طريه بزياده. البنات العجينه لازمها تكون طريه كما الكسره رخصيت تماما. علاه نعملوها البنات طريه؟ لما نجو نحلوها بالحلال راح نضيفوا لها النشا ونعملوها الطريه، لانه لما نضيفوا لها النشا البنات ونجو نعملوا هذاك نروليوها نديروا حربوش يعني، نستخدموا النشا والنشا راح ينشفها. اذا هكذاك هو تجينا لاباط يعني سوا. فوالا نعملوها طريه كما الكسره الخسيس. نعاود لكم باش لما نضيفوا لها نشا تجيكم سوا. نحاول ندلكها واحد الدقيقه فقط البنات هكذا باش تعطينا الطوعه في كي نحلوها. نخلوها على سطح العمل فقط واحد الربع ساعه لا اكثر. فوالا ومن بعدها نجيب النشا تاعي ونبدا نحل فيها على شكل مستطيل. انا المستطيل تاعي هنايا جاني فيه حوالي 57 سنتيم على 42. هذه هي اذا 57 في الطول و42 في العرض. شوفوا العجينه كيفاش تتحل يعني فاسيلمون. شوفوا البنات راهي تتحل فاسيلمون. ولا هاد العجينه لما نحلها بالحلال هذه هي بعد اللي نخدمها ما نقص منها والو. راح نعطيكم لاستيس سمعوني فقط. شوفوا معايا فوالا راني نكبر لكم برك في الفيديو. شوفوا نجيبوا هاد اللي نقطعوا بها العجين. فوالا قاطعه العجين نلم الجوانب كما راكم تشوفوا. لما نلمها راح تولي لكم خشينه شويه في الجانب. واش ندير؟ نجيب للحلال ونجبدها الى الداخل مش للخارج. لو كان نديروها للخارج راح تعاود تديفورما معاكم. فوالا شوفوا معايا ونحلها الى للداخل. والان هنا نعمل النشا تاعي. فوالا شوفوا الماء حليتها من برا راهي ديفورمات لي شويه. شوفوا معايا نعملوا النشا فيها ونحاولوا نعملوا الحربوش تاعنا هكذا كما راكم تشوفوا البنات. نعملوا النشا فيها يعني ما نخلو حتى بلاصه بيضاء. نشوفوا هذه قاطعه العجين راح تعاوننا باش نحيوها من لو بلان دو طرافاي. فوالا ونبدا ندور فيها غير بالعقل.
هكذا، ومن داك نعدلها من الجوانب حتى نكملها كاملة. أنا درتها على ضربة هنايا، هكذا البنات راني عملتها على ضربة. نحاول إني نمشي يعني بنفس المستوى، وإلا كان لقيت يعني الحربوش هذا تاعي زايد في الوسط ولا في الطرف، نحاول نمشي شوية كيما المقرود. هنا راني جاني شوية خشين في الوسط، راني عاودت مشيتو ونعدلوه غير بالعقل البنات. شوفوا معايا، والآن نجيب سكين ونقطع الحبات تاعي تاع عين الجمل. إذا نكيل حوالي أسبوع بصبعي فقط حبيباتي، هكذا كما راكم تشوفوا، أسبوع فقط. فوالا هكذا حتى نكملهم كاملين. لما نكملوهم كاملين البنات نبداو نعاودو نحلوهم بالحلال، يعني نضغطوا عليهم ضغطة واحدة فقط. وهكذا راني كملتهم كاملين. شوفوا البنات كيفاش نضغطوا عليهم. شوفوا هنايا هذيك اللي قصيتها بالسكين هي اللي نضغط عليها. شوفوا البنات، شوفوا التوريقه، الله الله، نضغط بالحلال نتاعي هكذا حتى نكملهم كاملين. البنات حاولوا انكم ما تحطوهمش فوق بعضهم باش ما يتلاصقوش، واذا كان لو بلان دو طرافاي تاعكم ضيق واضطريتوا تحطوهم، حطوا نشا ما بيناتهم. نديرو نسخنوا الزيت مليح ومن بعد نديروه على نار متوسطه ونبداو نقلوه في الحبات نتاعنا ونرموا لهم الزيت حتى نتحصلوا على هذه النتيجه الرائعه. نتمنى انكم تطبقوا الوصفه لانه الكميه راهي وفيره والوصفه ناجحه جدا جدا. ما تنسونيش بتعليقاتكم وتشجيعاتكم حبيباتي. واش راح نقول لكم؟ نتلاقاكم بخير وعلى خير. تهلاو في رواحكم وفي صحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.